أخواتي إخواني المستشارين المحترمين، احنا مازالين في الأجواء ديال تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذه اللحظة السنوية الجميع كل مهتم وكل فاعل في المجال ديال حقوق الإنسان كيعتبرها مناسبة لتقييم مدى التقدم في مجال نشر الثقافة ديال الحقوق، القيم ديال الحقوق، السلوك ديال حقوق الإنسان، والدور ديال كل جهة، كل مؤسسة، كل الفاعلين في المجال. وفي هذا الإطار السيد الوزير المحترم نسائلكم إلى أي مدى هناك تعاطي وتفاعل إيجابي ما بين الحكومة أو تفاعل الحكومة مع التوصيات وإبداء الرأي ديال المؤسسات الوطنية المهتمة بمجال حقوق الإنسان. وشكرا. شكرا السيد المستشار. الآن الكلمة للسيد وزير العدل والحريات للجواب. شكرا سيد الرئيس. السيد المستشار المحترم، بالنسبة للحكومة هناك مرجعيات للسياسات العمومية التي تباشرها. طبعا هناك أولا الدستور، هناك ثانيا توجيهات الملكية السامية، هناك ثالثا البرنامج الحكومي، وأيضا هناك توصيات ديال الهيئات اللي هي هيئات دستورية، ومن ضمنها الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان. طبعا لما نتكلموا عن حقوق الإنسان كنتكلموا بالأساس على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الوسيط. بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تفضل بإصدار مجموعة من التوصيات، أقول بأنها في أغلبها مفيدة وتدفع إلى الأمام، وطبعا لدينا تحفظات على بعضها لأنها بالنسبة إلينا تصادم بعض الثوابت الدينية للمملكة، وبالتالي فنحن نتعامل بشكل إيجابي من الناحية المبدئية، ولا نكتفي بما هو توصيات، بل إننا نستصدر رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بعض الأمور ونرجع إليه. مثلا فيما يخص المشروعين القانونين التنظيميين المتعلق أولهما بالمجلس على السلطة القضائية والثاني بالنظام الأساسي للقضاة، فقد رجعنا إلى المجلس وعندنا وثيقة صادرة عن المجلس. بالنسبة للمشروع قانون المسطرة الجنائية عندنا رأي المجلس. بالنسبة لمشروع قانون الجنائي لازلنا ننتظر. إذن هناك تفاعل إيجابي، إلا في بعض الأمور التي أقول لا يمكن بتاتا أن نستمع إليه فيها، مثلا قضية الإرث وبعض القضايا اللي هي قلة، أما الأصل وهو أن نرحب بكافة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك توصيات الوسيط. شكرا. شكرا السيد الوزير. إذن الكلمة للسيد المستشار من أجل التعقيب. تفضل سيد الرئيس. المحترم، أنا لم أقصد توصية بعينها، فهناك العشرات ربما المئات من التوصيات ومن الآراء التي يبديها إما بطلب من الحكومة أو بطلب من مجلسي البرلمان. أنا أتحدث فقط السيد الوزير وكل قناعة بأن بدون تضافر جهود الجميع، المؤسسات الوطنية الدستورية وحكومة وبرلمان وقضاء ومؤسسات المجتمع المدني، بدون تضافر الجهود ديال الجميع لن نستطيع من ربح رهان ديال التقدم في نشر قيم الحقوق الإنسان وفي تكريس ممارسة حقوقية تليق بالمغاربة جميعا. في الوقت اللي كنا كنحضروا لهذا السؤال طلعنا على التقرير ديال مؤسسة الوسيط. هناك عبارة واضحة السيد الوزير المحترم على أن الحكومة أو هناك تعثر وتباطؤ للقطاعات الحكومية في تفاعلها مع توصيات مؤسسة الوسيط. هذا ماشي كلامنا، ولكن في هذا الإطار فاليوم نسائلكم السيد الوزير المحترم، ولكن الأمر يعني كل القطاعات الحكومية، ما خصوش يتفهم سؤالنا على أنه يعني فقط وزارة العدل والحريات. فهناك تفاوت في التفاعل ديال القطاعات الحكومية سواء في طلب إبداء الرأي أو في تنفيذ التوصيات. يعني سأعترف وسأقر أن وزارة العدل والحريات تأتي في مقدمة القطاعات الحكومية اللي كتجاوب مع المؤسسات الوطنية الدستورية ديال حقوق الإنسان، ولكن هناك قطاعات حكومية لا تعير أي اهتمام لهذه المؤسسات. وعلى سبيل المثال لا الحصر
رئاسة الحكومة خلال 4 سنوات لم تفعل المادة 6 من الظهير المنظم والمحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحيث أنه لم يتم طلب رأي في أي من المواضيع ذات الطابع الحقوقي للمؤسسات. شكرا سيد الرئيس. فيما تبقى من الوقت الكلمة للسيد وزير العدل والحريات للتعقيب. أنا أتفق معكم في كل ما تفضلتم به سوى ما تعلق برئاسة الحكومة. أتفق معكم في أنه هناك تجاوب على كل حال بمستويات مختلفة مع توصيات الهيئات، ومن جملتها توصيات الوسيط. وينبغي أن نعترف بأنه ليس من السهل واليسير التجاوب المطلق. لماذا؟ لأن هناك على كل حال إكراهات، وإن كان الجميع ينبغي أن يتواصل ويتفاعل بشكل إيجابي. بالنسبة لرئيس الحكومة، فحينما تقوم يعني مختلف القطاعات الحكومية بالتجاوب والتفاعل الإيجابي مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع غير المؤسسات، فذلك يعني بالضرورة أن هناك تفاعل حكومي يسع أيضا رئيس الحكومة. ثم ثاني من الناحيه المنهجيه، فوزير العدل لا يمثل كافه الحكومه، كافه ممثل الحكومه، والسيد رئيس الحكومه يمثل امام المجلس. وانا اتمنى على المجلسين ان يسائل رئيس الحكومه فيما يهمه كرئيس حكومه، اي في السياسات العموميه العامه، لانني وهذا على كل حال رأي شخصي أفاجأ بأنه كتكون أحيانا أسئلة قطاعية، وحبذا لو يتفضل السيد المستشار المحترم لمساءلة رئيس الحكومة وستجد عنده أكيد الجواب المقنع. شكرا جزيلا سيد الوزير، سيدة الوزيرة، سيدة الوزيران، الزميلات والزملاء، شكرا لكم على مساهمتكم ورفعت الجلسة.